قول الله عز وجل: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه، الرب في اللغة يطلق على ماذا؟ على المالك والسيد والمنعم، فيقال رب الإبل أي مالكها، يعني يصح أن تضاف. فالأصل في كلمة الرب تطلق على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءت معرفة لا تطلق إلا عليه سبحانه وتعالى إذا قلت الرب، لكن تطلق كلمة رب على غير الله عز وجل فإذا كانت مضافة. وقد وردت في 4 آيات في سورة يوسف بمعنى السيد، منها إنه ربي أحسن مثواي. فمن فسر المفسرين قال إنه ربي أي سيدي هو عزيز مصر، وبعض المفسرين قال لا، إنه أراد أنه الله عز وجل. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي سيده وملكه. واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. اذكرني عند ربك، عند سيدك، ذكر ربي سيده وهو ملك مصر. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال، أي ارجع إلى سيدك الملك. إذن كانت هذه الفوائد في هذه الآية.